يوم نتوانى، ما يوم نتوانى، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فاجعل لنا من أمرنا هذا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بناتي حبيباتي في كل مكان، مستمعاتي الجميلات، مستمعيني الأجمل، كلكم حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي إيش؟ ممتازين، حكاوي بنات. حبايبي والله أنتم كلكم أشكركم جدا على تفاعلكم الجميل، وأشكركم انتظاركم الدائم واستماعكم الأجمل زيكم، وأشكركم على كلماتكم الطيبة، والبناتي أشكركم على الرسائل الحلوة اللي توصلني منكم، والشكر أيضا موصول لراديو سلام على إتاحتهم هذه الفرصة الجميلة أن احنا نقدر نتواصل معكم ومع بناتي الحلوين ونوصل صوتهم للعالم كله. طيب بناتي حبيباتي، خلصنا من 4 حلقات متميزة. ماما أنا كبرت، كيف أنا أشوف الحياة، ماما افهميني، بابا أرجوك اسمعني. اليوم جينا حلقة جديدة وفريدة، أنا والعائلة، أنا وعائلتي. طبعا بناتي حبيباتي تسألوني كيف أنا والعائلة، أو إيش قصدك أستاذة هناء فأنا والعائلة؟ طيب حبيباتي، تعالوا خلونا نجلس مع بعض ونشوف إيش المقصد من أنا والعائلة. المقصد حبيباتي أول شيء تعرفين من هم العائلة. العائلة، من هم العائلة في منظورك أنت الحين لما أحد يسألك من هم العائلة، أول سؤال حتقولي لي بابا وماما وأخواتي، صح؟ أوكي صحيح، هذول أسرتك الصغيرة وعائلتك، لكن أنا أقصد العائلة اللي أكبر من أسرتك الصغيرة هذه. مين؟ ممتاز حبايبي، خالاتك، عماتك، خيلانك، أعمامك، أولادهم طبعا، يعني أقصد أولاد العمام والخالات والخيلان والعمات، هذول هم. وأيضا الأجداد اللي هم الجدات، الأمهات، أم الأم أو أم الأب، وأيضا أبو الأب وأبو الأم، وهذول هم الأجداد القريبين. طيب وأيضا في كمان اللي هم اللي أقرأ اللي بعد كذا الاستبتو، اللي هم يكونون عيال عم بابا وعيال عم ماما وأولادهم، وبعدين كمان في عيال جدتهم، يعني مثلا تكون أخت جدتك، أو مثلا بنت عمة جدتك، وهذا الصلة اللي ما شاء الله نحن عندنا كثير عندنا في المجتمع الإريتري. وفي البداية تكون صعبة علينا يعني صعبة على بناتي إنه مثلا انها تستوعب مدى العلاقة، يعني اللي هي بنت عمة جدتك، يعني حتى لما تيجي تبغى تقولها تكون ضاعت اصلا في الوصلة، في الوسط تحسين كذا توت، ما تدري ايش تكمل. طيب حبيباتي، هذول هم العائلة، هذول عيلتك. عيلتك هذه عيلة مميزة بعماتك وخالاتك، طبعا أكيد بأمك وأبوك وأخوانك اللي حولك. بعد ذلك اللي هي عائلتك اللي أجدادك وجداتك طبعا، وعمامك وعماتك وخالاتك وخيلانك وأولادهم، هذول عائلتك المميزة اللي تكملك وتكون تعريفك الجميل، وتعطيك كذا طابع ورونق أجمل. عائلتك يا حبيبتي هم درعك الواقي، هم قوتك، هم سندك، هذول هم العائلة اللي دائما يكونوا حواليك. طبعا في كثير مفارقات، حتى في قديما كانوا يعتزون بكثرتهم ويعني كبر عائلاتهم، لأن دائما الكثرة يعني تشجع وتسند بعض، يعني وكلهم ونحن عزوة ونحن سند وإلى آخره من هذا الكلام. وفعلا ترى هذا صحيح، بعيدا عن إنه هو التفاخر بالأنساب والألقاب هذه، لا بعيدا، أصلا هذا منهي حتى نحن في ديننا الإسلام، فهذا نحن بعيدين عنها كل البعد، كل البعد، كل البعد. عيلتك حبيبتي هم سندك في مثل ما أنا قلت لك،
قوتك، يعني يخلون شخصيتك متوازنة، يعطونك الدعم. اليوم ممكن المود ما يكون مضبوط، تسمعين الكلمة وتنزل مودك، ترى عادي يا ماما، يعني ما تزعلي مثلا، يعني ما تزعلي من موقف أو تزعلي من كلام وكذا، عادي حبيبتي. يمكن تعليق مثلا تحسي انه ضايقك او كذا، هم صدقيني يحبونك ويعزونك، ما يحبوا لك الا كل خير. فاستمعي لهم وحاولي تتقبلي النصائح بكل صدر رحب وبكل اهتمام. اذا مثلا تضايقتي من شيء معين، عادي استشيري ماما واستشيري بابا في الكلام اللي سمعتيه، وهم حيوجهونك للشيء الصحيح بدون ما تزعلي من أحد، بدون ما يعني تغضبي من أحد أو تنفري منه. طيب حبيباتي، أهمية العائلة نحن ذكرناها أنه فعلا هم السند والقوة، وأنه فعلا نحن نحتاج منهم كل الدعم وكل الحب وكل الثقة. أجمل شيء طبعا الحب اللي يقدمونه لك، يعني ما في زي ما تجي خالتك كذا حبيبتك كذا تجيب لك شوكولاتة، مثلا خالك يجيب لك كذا هدية، يعني مثلا لا يعني في شيء مميز بينك وبين عمتك، نطلع سوا أو مثلا نجلس مع بعض نسولف، تكون عندنا بيننا مقالبنا الخاصة بسواليفنا الخاصة. يعني أنا أحكي لهم، هم يحكوا لي، يستشيروني في أشياء، وهذا دليل أنهم يعتبروني أنا كبيرة. وفعلا يا بنات صح كلامكم، لما أنت تجلسين معاهم خلاص، الحين أنت مو البنوتة الصغيرة اللي زي أول بس تروحي تلعبي بس يجيبوا لك شوكولاتة وبطاطس وعصير والأشياء هذه. لا لا لا، خلاص أنت الحين كبرتي، تعديتي هذه المرحلة، صرت تجلسي معاهم، صرت تسمعي أغلب السوالف، أغلب الحكايات، تستفيدي من الخبرات. ممكن تدخلي في الحوار معاهم وتحكي، ممكن تحكي لهم المواقف اللي كانت تحصل معك في المدرسة، وإنه كيف مثلا صحباتك يصير معاهم. هذه الأمور يعني عرفتوا اللي هي الأمور العامة اللي تحصل في كل أسرة وفي كل بيت وفي كل عائلة كبيرة. طبعا العائلات الأصغر طبعا تكون في عندها المواقف أقل، مع إنه في ما شاء الله يعني عائلات أكتف سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كل بمختلف فهمه وكل بمختلف مجتمعه وبمختلف التوجهات أيضا. طبعا حبيباتي، خالاتك، عماتك، أعمامك، خيلانك، الآن أنت فرقتي عليهم بشكل كبير. أنا الحين كلامي أوجهه للأعمام وللخيلان والخالات والعمات. الآن عندكم البنوتة الجميلة هذه كبرت، نتعامل معها على أساس أنها كبيرة، مش الطفلة اللي قبل يومين كانت تلعب ونحن نوديها ونلعبها، أو مثلا نشتريها شبسة أو حياوة، أو مثلا يكون نحن جالسين في مكان يلا اطلعي برا نبي نسولف، لا مو كذا، أو اطلع العبي برا. لا، الحين البنت كبرت، يبغى لكم تنتبهوا لها أكثر، تنتقون في الكلمات، يعني من تجي تكلمونها مو عشان شيء، عشان الآن هي في سن حساسة، حتحسس كثير من الكلمات اللي أنتوا تقولوها. فممكن أي انتباه، ممكن أي لفتة، ممكن أي يعني بدون ما تقصدون، أنا عارف إنها بدون ما تقصدون، أنا ما قاعد أقول لك إنك أنت أو أنت قاصدة هالشيء، أنا عارفة إنك تحبينها، لكن هي الآن في هذا العمر ما راح تتفهم الوجهة اللي أنت تقولينها كاملة. فحاولوا تكونوا فعلا لطيفين معاهم، ودودين، تتقربون منهم. صدقوني حتلقون منهم أشياء جميلة، وحتستغربونهم إنه ما شاء الله كيف البنوتة الجميلة اللي كانت لسه كذا تزحف، الحين ما شاء الله صارت كيف ذكية ومتحدثة، وكيف تتكلم عن أفكارها، وكيف تناقش عن أمور. طبعا هذا يختلف عن الجيل السابق، كيف نحن ما كان في ذاك التواصل بيننا وبين الكبار، لكن المفارقة الآن الجيل متحدث من هو صغير، فلما يجي بهذا العمر فأنت تستغرب، الله شلون تقولون هذا الكلام يعني. طبعا حتى لمدة الكلام الآن بين الآن وسابقا مختلف تماما، مختلف سيء يعني، مختلف. فأنت لا تستنكر عشان أنت ما تعودت على هذا الشيء، لا تقول لا والله أنا خالك لازم ما تكلمني كذا، نحن ما كنا نسوي كذا. طيب أنا إيش طب أنا الحين قاعدة أكلمك، طب إيش دخلني أنت كنت تسوي كذا ولا ما كنت تسوي كذا؟ هذا صدقوني أول شيء حتسمعوه. حتى الخالة أو العمة تقولها إن كنا لما نسمع الكلام أو بس بنظرة واحدة كنا نفهم. طب أنا إيش أسوي كذا؟ أنا ما كنت بنظرة أفهم. طب يعني وين المربط الفرس؟ بيدورون في كلامك وين المربط الفرس. الآن الجيل هذا مو زي
زيكم، او مثلا ما تعودتوا انتم بنظرة الكبار، ولا نحن مثلا ما نكلم الكبار، يعني الممنوعات، قائمة الممنوعات اللي كانت عندنا. طبعا نحن نذكر واحنا صغار مثلا اذا في ضيوف لا ما يروحوا هناك الاطفال، والاطفال لهم مكان اخر وما شلون كذا. لما تكبري اكبر نفس ستيل انت مع الاطفال يعني كبرت هذا العمر الى ما تصير مثلا في الثانوي، وبعدين ممكن يعترفوا فيها يعني خلاص انت الحين كبرتي بعد ما تخرج من الثانويه، مو قبل كذا يعني. طبعا انا اقول لكم تختلف من عائله لعائله، لكن الاغلبيه انهم ما كانوا يجلسوا مع الكبار اصلا، او يعني ما لهم علاقه، الا اذا كان مثلا عندك من خالاتك وعماتك ناس قريبه منك في السن، فهنا حتكون الوضع بشكل افضل بكثير مع الخالات والعمام اللي يكونون قريبين لنفس سنك، لانه حتكوني اخت اكثر ما يعني حتكون لك اخت اكثر ما حتكون خاله او عمه. فهذا الشيء الجميل في العلاقات. ايضا حتلقينها دائما في ظهرك، ودائما تدافع عنك، ودائما تحميكي، واحيانا بتقلب عليك عادي طبعا. اذا سويتي شيء غلط شيء طبيعي بنها بتوجهك وتقول لك انه هذا لا غلط، فلازم تسمعينها حبيبتي. ايضا العمات والاعمام نفس الشيء، الخطاب للعائله، ترفقوا بالبنات الجميلات، انتبهوا لهم، راعوهم. الآن هم كبروا، عاملوهم على أساس أنهم كبار، ابتعدوا أنكم أنتم تنبذوهم وطلعوهم من حواراتكم. خلوهم يتعلموا أدب الحوار، خلوهم يتعلموا أدب الاستقبال، خلوهم يتعلموا يعني الاتيكيت حقت كيف نحن نتكلم، وكيف نحن نستقبل، كيف هي مثلا أثناء الحديث، متى الوقفات، متى هذا إيش اللي ينبغي أنا أقوله. لأنه الآن هذول ما يعرفون مثلا وش اللي يتكلم، كله يطلع اللي في بطنه وخلاص، تمام، يطلع اللي في قلبه وخلاص، أي شيء يجي في باله بيتكلم وبيقوله بدون ما يحسب حساب للكلام اللي هو يقوله. لكن إذا هو تعود إنه بيجلس في هذا المجالس أو كذا، أو البنوتة لما تعود إنها تجلس مثلا مع عماتها وخالاتها، حتشوف إنه مثلا في ناس لا مثلا ننتبه للكلام اللي إحنا نقوله، مو بأي حاجة تنقال. في كلمات مثلا لا ننتبه ما نقولها، مو يعني ما هي مثلا مناسبة للمكان اللي أنا متواجدة فيه. ونحن زي ما نعرف لكل مقام مقال، مو أي كلام يقال. مثلا مكان الجد جد، ومكان الهزار هزار، يعني مكان المزح مزح. ما أنا ما أمزح مكان الجد، هذه حتكون إساءة للي أنا أتكلم معاه للمتحدث، لأنها حتكون مثل التقليل من احترامه. وهذا طبعا الشيء اللي إحنا ما نبغى نوصله لأولادنا أو بناتنا خاصة. فأنت لما تتعاملين معها ككبيرة بطريقة أسلوبك، لو سمحتي يا ماما ممكن تجيبي لي كذا، إيش رأيك نعمل كذا، تستشيريها في الأمور هذه، حتتعلم البنت كيف تكون لبقة، وكيف تتحاور معاكي، وكيف تطلبك حتى في المرات القادمة، لأنك أنت قدمتي لها وسيلة مناسبة للتعبير، أيضا للحوار، وأيضا كيف تقدم الطلب. فأنت علمتيها بأسلوبك كيف تقدر تتحاور بكرة، أو حتى مع العائلة لما تجلس كيف تقدر تتكلم. فهذا هو رسالتي لكم حبيباتي. أيضا في أمور كثيرة حنتناقش عليها، مثل يعني الأداء اللي هو كلامهم والأمور هذه، إن شاء الله بس بعد الفاصل. فاصل ونرجع نواصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية:
على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي راديو سلام. سلام ووئام. عدنا لكم بعد الفاصل. أهلا أهلا، حياكم الله وبياكم في برنامجكم حكاوي بنات، ونكمل موضوعنا عن حلقة اليوم. أنا والعائلة تكلمنا أول شيء عن العمات والخالات وكيف يتكلموا مع بناتهم أو مع بنات أخواتهم أو أخوانهم. الآن نتكلم عن الخيلان والعمام، أيضا كيف تتكلموا مع بنات أخواتكم وبنات أخوانكم. أنت الآن في مثابة طبعا يعني أنت حاجة كبيرة الآن، فلازم تعاملها أيضا بالمثل. طبعا هي كانت صغيرة وكبرت وأنت شفتها من هي صغيرة، والأمور هذه كلها شيء طبيعي إنه حتكبر البنوتة، لكن أنت تعاملك لازم يكبر أيضا مع نمو البنت ونضجها. هي الآن ليست بطفلة، ما راح زي أول بس توديها تلعبها أو مثلا تشتري لها حلاوة وتسكت. الآن هي محتاجة منك إنك تسمعها، محتاجة منك إنك أنت تكلمها، تشوف رأيها، إيش رأيها في الموضوع، ممكن عاجبها ممكن لا. هذه الأمور كلها مهمة. فإلى كل خال وكل عم انتبهوا أيضا للبنات الجميلات أقاربكم، وعوهم، خلوكم قريبين منهم، احتووهم، شوفوا إيش الجديد عندهم، وش يسمعون وش ما يسمعون، إيش الأشياء اللي هم اهتمام يعني مهتمين فيها وتاخذ في جل وقتهم واهتمامهم، وش يحبون. هذه تعرفوا عليهم الآن عن قرب. فهذول أيضا يعني يحتاجون منكم كل الدعم وكل الاهتمام والحرص عليهم. والله يحزنني إنه في بنات مثلا تقولي لا والله، يعني مثلا العم أو الخال لما كانوا صغار كانوا حنونين أكثر وكانوا دايما حولنا ويدلونا وكذا، لكن لما كبرنا اختفت هذه العلاقة واختفى هذا الشيء تماما. يعني صار شيء جدا جدا رسمي، يعني سلام في الأعياد، وأيضا في أحيانا تكون انقطاع، يعني ما ترى إلا فين وفين، والمكالمات بالنادر جدا، ويكون في جفاء عجيب يعني سبحان الله يعني بينهم. لا أعلم ما السبب، لكن يختفي هذا القريب سواء خال أو العم، يختفي من حياة أو الجد أو الجدات، يعني عموما يختفوا من حياة الفتاة. يعني غير لما كانت صغيرة تتذكرهم، الآن لما كبرت ما هم موجودين أصلا على الخارطة. فهذا مؤشر يعني هو خطير، لكن يعني مؤشر جدا ليس جيد. طيب في ناس يقولوا لي مثلا من العمام أنا طبعا ايش اسوي لها، كبرت يعني هي وش اللي وجه الحوار اللي بيني وبينها، يعني ما في اي وجه تشابه، انا ما اسمع عيالي اما هذا. طيب انت حاول انك انت تتعلم، حاول انك انت تستفيد، حاول انك انت تتقرب اصلا لاولادك وتتقرب لاقاربك، لان هذول من ارحامك، وهذول يعني من مسؤولياتك انك تهتم فيهم وانك تراعيهم وتصونهم ايضا. فالان انت لما تقدم اهتمامك ودعمك لبنت اخوك او بنت اختك، هي ايش حيكون احساسها؟ هي حتحس ان عندها سند يدعمها ويشوف افكارها، وانه دايما معاها ودايما متابعها ومتابع إيش جديدها. في ناس أنا أعرفهم يتابعون حسابات مثلا بنات أختهم أو بنات أخوانهم على مثلا إنستغرام، على الفيسبوك كذا، ويشجعها، حلو البوست اللي نزلتيه، حلوة الصفحة اللي عملتيها. طبعا أنا أتكلم عن البنات يكونون أكبر يعني من سن المتوسط مثلا في الثانوي. فمثلا الاهتمامات حقتها ممكن تكون لا هي عندها حساب على التيك توك فهو يتابعها على التيك توك، طبعا هذا التيك توك حتى الصغار يدخلوه، فممكن يتابعها لهناك، يشوف لها مثلا قدمت فن معين أو رسمة معينة أو أي مجال هي حبت إنها تقدمه، فهو يجي يقول لها الله جميل اللي أنت سويتيه. أنا بقول لكم مثال، أنا الآن وأنا أقدم هذا البرنامج، أنا الآن يعني كبيرة ماني من البنات الصغار، لكن لما جاء خالي قال لي يعني جاني إيميل عن طريق أختي إنه البرنامج جدا جميل وإلى آخره، مدى السعادة اللي أنا حسيتها
يعني كانت جدا جدا عميقة وكبيرة. فتخيلوا أنتم السرور اللي بتدخلونه على بنت أختك وبنت أخوك باهتمامك بشيء لطيف لها، إيش حبت مثلا، ممكن تهديها علبة ألوان لو هي ترسم، ممكن تهديها مثلا أوتوغراف لو هي تحب تكتب، أي حاجة كذا تقرب العلاقات ما بينكم، تفهم بنات أخوك، تفهم بنات أختك، يكون لكم جلساتكم العائلية وألعابكم الخاصة، ويكون يوم لكم العائلي، يعني أنت وأولادكم وأولاد يعني كذا، يعني كل العائلة مع بعض ونلعب سوا وكلنا. هذه ترى هذه جدا تلطف الأجواء، وأيضا تقربكم من بعض وتقوي العلاقات، يعني تصير في فهم في الأسرة أكبر. يعني حتى لو في خلافات، كل أسرة لها خلافات أكيد، شيء طبيعي جدا، لكن تقوي الأسر أكثر، ويكون في نتائج يعني فيما بعد لها نتيجة أعمق وأكبر. البنت حتطلع واثقة جدا من نفسها، قوية جدا، مفعمة بالحياة، مفعمة بالحب، مليئة بكل الطاقات الجميلة، مليئة بكل الدعم الجميل اللي تقدمها لها أسرتها من الأسرة الصغيرة اللي هم الأب والأم وأخوانها وأخواتها. أيضا الأسرة الكبيرة كلهم يصير مثلا جلسة العائلة، ها شوف فلانة اليوم إيش سوت، نشوف فلانة اليوم إيش عندها، وتشجيع لها مستمر بتقديم الأفضل وتحسين الأجود. ممكن نهدي لها كتاب عشان يطورها في مهارة ما، عشان يعطيها فكرة جديدة كيف تقدم الشيء اللي هي تحب تقدمه بطريقة أجود، بطريقة أحلى، بطريقة أجمل. ممكن أنا أوجهها على موقع في على الإنترنت يعلمها مثلا هي كيف تطلع أو تصنع محتوى هادف، يكون هادف بعيدا عن السخافات الحين المنتشرة في كل السوشيال ميديا، بعيدا عن كل الترهات. إن نحن نقدر نوجههم بتوجيه سليم وندعمهم بأشياء جميلة حلوة لطيفة زيهم، تراعي دائما اهتماماتهم. فهذه وصيتي لكل الأعمام والخوال الخيلان أقصد، أو أيوة الخيلان، أنكم تنتبهون لأرحامكم وأيضا تكونون قريبين منهم، وأيضا للعمات والخالات. أنتم طبعا أحق بهذا الشيء لقربكم من البنات ومجتمع النسائي ومجتمع البنات. خلوكم قريبين، طلعوا لهم برامج، سووا لهم فكاهة، يعني لا تخلوهم يجوا يجلسوا كذا ويروحوا بدون أي فائدة، ما يصلح حبيباتي، ما يصلح. دائما خلي لك هدف. طب أنا أقول لكم فكرة. في واحدة من الأخوات سوت في جامعتها، طبقت فكرة. إيش كانت الفكرة؟ لما يجوا عندها بنات أخوها وبنات أختها وإلى آخره، الجمعة العائلية حقتهم، جمعة الأسرة، كانت تحطهم فقرة مسابقة، يعني هم جالسين على القهوة والبنات جالسين معاهم ويسووا لهم فقرة المسابقات، ويصير في لعب والبنات وكذا، والخالات كلهم وهذا وعماتهم جالسين يشجعوهم، تمام، يشجعونها، يلا يا ماما، يلا اعملوا، يلا سووا كذا. فتخيلوا انتوا كلك، يعني انت قاعد تشجعك عمتك وخالتك وضحك ووناسة، فكيف حيكون الجو هذا؟ حيكون جدا جو جميل. انتوا تخيلوا، انتوا تخيلتوه معي صح؟ شفتوا كيف الجمال وهو في الخيال؟ فما بالكم لما تطبقوه على أرض الواقع، كيف حيكون مدى جمال هذا الشيء وكيف حيكون فاعليته. أنا أقول لكم مثال كنا في برنامج، وبرنامج عام لكن فيه فتيات وفيه كانوا بعض الأمهات أيضا، ويعني كذا أخوات كثيرات ما شاء الله تبارك الرحمن وكذا. فخلال البرنامج وخلال العرض كان في حماس وأناشيد وعرض فقرات وإلى آخره. البنات جدا مستمتعات، جدا نشيطات، خلاص شعلة زي النحل ما شاء الله، تلقاها من مكان لمكان، من مكان لمكان، تنط من هنا لهنا، يلا يا فلانة، يلا يا، ومستعدة انها تعمل اي شيء من كثر فرط السعادة اللي تحسها والطاقة الايجابية اللي ماخذتها من الجو العام. فتخيلوا هذا هو في برنامج، يعني برنامج بنات مثلا في حلقات تحفيظ والى اخره، او في الدور، او في نشاط مثلا نسائي. فتخيلوا الطاقة اللي هي تاخذها بس من هذا المجتمع، فبالكم لما هذا المجتمع الكبير يكون في مجتمع الأسر، كيف حيطلعوا بناتنا؟ صدقوني حيطلعوا بشكل أجمل 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 مما تتخيلون. يعني أنا من بداية هذا البرنامج أنا قاعد أكتشف جماليات البنات بشكل فظيع جدا، وأنا أقول يا بخت فيهم أسرهم صراحة. فبالكم لما يكون الجمال ده بالطريقة هذه، صدقوني حيكون شيء يعني فوق الخيال، شيء إبداع فعلا. حنستنى جيل جدا جدا رائع، مقدم، مبادر،
يعني ينفي كثير من الأشياء السلبية، بس أنتم لا تزرعون فيهم الأشياء السلبية، أنه لا تتكلم، لا تقول، أنت تسكت. هذه الأمور ندعها جانبا رجاء الله يجزاكم خير. حتى في جلساتكم، واحد مثلا أنت حكيتي وفجأة واحدة من البنات دخلت، لا تسكتينها، اسكت انت بس ما تفهم. انا عارفه انه احيانا تكون التعليق يكون سامج، فنحن نبين لها انه التعليق ده انه غير لائق او مش مناسب، او انه معلش يعني هذا الحوار الان للكبار، فانتوا يعني اجلسوا واستمعوا. مثلا اذا كان يعني الحديث قابل للاستماع، اذا انت شايفه ان الحوار اكبر من مستوى العمر اللي هم فيه، استأذنيهم مثلا، او انتوا غيروا المكان بحيث انه ما يتأثرون البنات انكم انتوا طردتوهم، او انه انتوا عندكم يعني اعطوهم جوهم الخاص، اعطوهم مكانهم الخاص، بحيث انهم ما يحسون بهذا الشعور. يعني اكيد في كلام حيكون حوار كبار، لكن لما تطلع البنوتات الحلوات لما يطلعوا مع بعض، فهذا لكم فرصتكم. اما في خلال تواجدكم افتحوا المواضيع العامة اللي انتم كلكم فعلا تستفيدوا منها، واللي تبغون توصلونها رسالة لهم. يعني في اشياء في الحديث، في الحوار، في الحياة عموما، دروس الحياة كثيرة. تمام. الصبر، الاجتهاد، الاتقان، التقوى، يعني امور عديده نقدر نتكلم عنها، ونقدر نوصل منها رسائل كبيره جدا، يعني تهدف في العقيده، وتهدف في اشياء كثيره، وتهدم يعني شفتوا الافكار البطاله اللي تجي للانسان. ايوه انتوا هنا الحين في هذا المرحله انت قاعد تاسسين. تمام. نحن خلصنا التأسيس الطفولي والابتدائي وكذا، الحين هذا التأسيس حق الشخصية، أنت الحين قاعد تعطيهم مثلا تطوير، أساليب تطوير الشخصية، قاعد تعطيهم مهارات من خلال الحوار، الجلسة هذه الجميلة المبتكرة. فأنت هنا قاعد تنمين فيها مهارات جميلة، حتطلع من الجلسة هذه بفائدة، تشتاق إنها للجلسة الثانية عشان تطلع بفائدة أكبر. وهذا اللي نحن نهدفه من جلساتنا، إنها تكون ذات هدف ومحتوى. يعني لا تخلينا كذا بس جلسة وزيارة عائلية وبس قضاء وقت وكذا، اجعلي فيها كمان هدف جميل تزرعيه في من يجي عندك ويزورك، اجعليه عندك يعني هدف أسمى بقليل. طبعا أنت مأجورة في كل الأحوال بإذن الله، لأنك أنت قاعد تصيرين رحم، فهذا أصلا أكبر يعني عمل تعمليه، لأنه صلة رحم يا ماما. لكن اللي بعد كذا، اللي بعد الهدف ده إيش هو؟ إنك كيف تفيدين بنت أخوك وبنت أختك، كيف إن مثلا توعيهم أكثر، كيف إن مثلا تبعديهم عن مثلا الأشياء السلبية المنتشرة اللي أنت مثلا سمعتي عنها أو عرفتيها، سواء كانت لعبة ما أو تحدي. طبعا نحن نسمع عن التحديات اللي تطلع على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا، كل يوم نطلع بتحدي، مرة برقصة، مرة بحركة، مرة يكبون على نفسهم اللي هو تحدي دلو الثلج وإلى آخره. طبعا هذا كلهم يتنافسون عليها، وفي أشياء أوكي يعني ممكن تكون مقبولة أو فرنج المقبول، لكن في حاجات تحسينها أصلا هي صعبة وما ما تقبل يعني. وفي ألعاب تكون أيضا خطيرة ممكن البنات يلعبوا فيها، مثل ما قلت لكم ألعاب خطيرة تكون مثل يعني ألعاب إلكترونية أو ألعاب تحمل على الجوال، تكون يعني مثلا تدخل في الداتا أو مثلا معلومات البنت، أو مثلا يقولوا لها اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، فلما تقولها اعملي كذا اعملي كذا، سبحان الله في كذا فتاة توفيت من جراء الألعاب هذه. فتجي الخالة أو العمة تقول ها يا فلانة انتبهي من كذا، وقدام الجمع الغفير. ما يصلح يا ماما التنبيه كذا. إذا حبيتي تنبهيهم على لعبة، ممكن انك تسأليهم وتستشيرهم ايش رايكم في اللعبة الفلانية، انا سمعت عنها، من يعرف عنها، تحكوا لنا ايش رايكم وايش هذا. تسمعي انت الحكاوي منهم، ما يحتاج انك انت تسوين دور المحقق وكذا، لا هم حيحكوا لك ايش هي اللعبة وتفاصيلها وكل شيء عنها، يعني ادق التفاصيل صدقيني. يعني هم حيجوا يحكوا لك، وحتى كلكم اذا انتم كلكم مجتمعين كأسرة كلكم حتسمعوا تفاصيل هذه اللعبة وايش فيها وايش ما فيها. لكن دائما خليكم مطلعين على هذه الأشياء، لأن فعلا تؤثر على البنات سلبا. ممكن يدخلوا في تحديات صعبة والبنت تتورط وما تعلمك، وتدخل في يعني قصة وقضية ثانية أخرى، وممكن تنتهي بالنهاية مأساوية. فهذا الهدف من الاجتماعات الجميلة اللي تغير فيها أساسات أو أشياء مثلا تكون وصلت للبنت بطريقة مش صحيحة أو بطريقة مشوهة في الفكر. أيضا حبيباتي، عندنا البناتي لما جيت سألتهم السؤال هذا، خلونا ننتقل الحين رسائل بناتنا الحلوين.
لما قلت لها إيش هم العيلة ومين هم العائلة، طبعا أنا شرحت لهم اللي هم خالاتك وعمانك وكذا، نفس اللي أنا شرحت لكم إياه في البداية. وقلت لهم الحين كيف صلتكم معاهم وكذا. طبعا اختلفوا، في مثلا تقول لك لا أنا ما عندي خيلان كثير، أنا عندي مثلا خالة، أنا عندي عمة، وهكذا. فسبحان الله في واحدة من البنات تقول إن في واحدة من الخالات كانت قريبة لها لكن توفت. يعني الخالة الموجودة الآن هي كبيرة بالنسبة للخالة اللي توفت، ولكن يعني علاقتهم طيبة، وعلاقة اللي هو سلام عادي، يعني اللي هو كيف حالك يا خالتي أكيد يعني. لكن مو مثلا خالتها اللي توفت كنت تقول كانت قريبة لي جدا وتفهمني، ودائما يعني كنا مع بعض علاقة طيبة. تقول عماتي لا عادي يعني، ما أو يعني ما ذكرت العمام بشكل خاص ولا العمات، لكن يعني إنه يعني العائلة بشكل عام يعني وصلتهم جميلة وتواصلهم جميل، لكن يعني مو زي لما كانت صغيرة. طبعا الآن كبرت والتغير يعني في أشياء تغيرت. عكس واحدة من البنات تقول كانت علاقتي مع خالاتي جدا جميلة، أنا ما أحس إنهم خالاتي، أحسهم أخواتي أكثر من خالاتي، لأنه دائما يعني نكون مع بعض وقريبين مني، يعني مو ذاك البعد في الأعمار وكذا. فدائما يعاملوني على أساس إني أنا أخت، وأنا أيضا يعني أقول لهم أنت مو خالتي، يعني أنت صاحبتي وكذا. فالعلاقة بينهم جدا جميلة. عكس الأعمام أو العمات تقول لا أبدا، يعني علاقتنا رسمية لأبعد الحدود. طبعا هذه المنشأ من العلاقة نفسها من الأهل يعني. تمام، يعني العمة والعم يجي يفرض السيطرة. لا يا حبيبنا مش هيك، يا عمة أنت عمة يا ماما، العميمة الجميلة اللي دائما تداري على بنت أخوها، يعني دائما تكوني المفروض لطيفة وقريبة. فبنتي حبيبتي وش تقولي فالأعمام وكذا نحن علاقتنا بينهم رسمية، حتى لما نجي أقدم وكذا أهلا عمتك كذا، يعني سلام وكذا، ما يعني ما في تداخل، لا تداخل كبير يعني ما راح تعرفها وكذا. طبعا أنا لما أقول لك تعرفوا بنات أخوكم أو بنت أخوك أو أختك، يعني التعارف العميق، يعني فهمتوا إيش التعارف العميق؟ يعني إيش هي تحب وكذا وسواليف. شفتوا السواليف حقت الأصحاب والصديقات؟ بالضبط هذا هو اللي أنا المقصد من رسالتي اليوم كلها. تمام، بين عموما البنات وأهلهم، تمام، وعائلتهم، سواء عمة، خال خالة، أيا يكن، جدة جد، كل المسميات في العائلة دي، عشان تكون علاقتهم أجمل وأحلى وأجود. طبعا السوالف طبعا تختلف من أشخاص والأعمار والبيئة والاهتمامات. طبعا نحن نعرف هذه الأمور كلها، ويعني إن شاء الله بإذن الله تستفيدون أنتم منها بإذن الله في علاقاتكم. وأيضا بناتي حبيباتي إن شاء الله تستفيدون من هذه اللي أنا قدمتها لكم. لكن دائما راعي إنه مو كل حيسمع الكلام اللي أنت تقوليه، وراعي دائما انه مو دائما لازم يتفهمون وجهة نظرك اللي انت تطرحينها اذا كانوا هم مخالفينك في الرأي تماما. فلا تحاولي انك انت تعاندي برايك، لا تحاولي انك انت تتصدمي معهم بآرائك، لانه في كل الاحوال انتم ما راح توصلون للنقطة المشتركة، لانه انتم مختلفين في الفكرة تماما تماما تماما. في بعض الأعمام أو العمات أو الخيلان والخالات ممكن يحاول يتحاور معاكي، ممكن يحاول يتواصل معاكي أو يوصل للفكرة اللي أنت ودك توضحينها له. فهذول ممكن تحكي لهم وتشرحي لهم، وأيضا تبيني لهم اللي أنت تحبيه. فيما عدا ذلك حبيباتي انسوا الموضوع، فعليا انسي الموضوع. احكي لماما وبابا أفضل، وأخواتك أقرب. أيضا عندكم في واحدة من بناتي تقول لا أنا عماتي عندي الدنيا كلها، يعني ما شاء الله دائما عماتي قريبات مني ونحن زي الصحبات ونمزح مع بعض ونقعد مع بعض ونسولف وكذا. تقول عكس يعني خالاتي، مثلا عندي أنا خالة كبيرة، يعني صح إنه أنا أحبها وتحبني وكل شيء، لكن مو زي عماتي. طبعا وش الفرق يا حبيباتي يا حلوين؟ الفرق هي إيش؟ العلاقة. تمام، الفرق هنا هي إيش؟ الصداقة اللي تنشأ بين البنت الأمورة العسل وبين خالتها أو عمتها. تمام، ترى هذا لب الموضوع. أيضا بين العم والخال وبين البنوتة نفس الشيء، هي نفس الفكرة اللي هو إيش؟ الصداقة اللي تنشأ بينكم. تمام، فنحن نحرص على هذه الصداقة تنشأ بشكل سليم، تنشأ بشكل جميل، تنشأ بشكل رائع جدا، يستفيدون منها كل الأطراف، كل الأحوال أنت تكسبهم، وأيضا هم كمان يكسبونك وتعطيهم كل الدعم والحب والسبورت واللي يحتاجونه منك، وأيضا هم بالتالي حيدعموك دائما
وأبدا وتصدقوني ما في زي العائلة في الدعم، معاهم عليهم. في مثل يقول كذا، ما أدري أنتم توافقوني ولا لا، بس في أمور كثيرة دائما صدقوني العائلة تدعمك فيها. نادر ما نلقى عائلات تخالف. في عائلات تخالف، ما في لكل قاعدة شواذ، نحن نعرف هذا المسألة. حبيباتي بناتي عادي، يعني مثلا إذا لقيتي في العائلة مثلا انشقاق أو مثلا قطيعة رحم وهذا، نحن لنا الدعاء. ادعي إذا ما يعني ما في وسيلة الإصلاح بينهم وكذا، ما لنا إلا الدعاء إنها تصلح وتهدي نفوسهم، بإذن الله يرجعوا زي الأول وأحسن بإذن الله، وترجعوا دائما كذا عيلة يعني وحدة كذا وقلوبكم على بعض بإذن الله. وأنا هذا دعائي لجميع الأسر في جميع العالم، نبعد عن الغل والحسد والغيرة والأمور اللي تؤثر على هذه العلاقات. وصدقوني هذا كلها من الشيطان، حتى يعني يبعد بين الأخوين ويبعد بين الأسر وإلى آخره، يدخل بينهم ويدخل بينهم الشيطان وينزغ بينهم كما نزغ بين يوسف وأخوته. فإذا يعني هذا حدث للأنبياء، فبالكم للناس، فما بالكم في الناس العاديين. طبعا حبيباتي بناتي، أتمنى لكم دائما دوام السعادة مع أسركم الجميلة ومع خالاتكم وعماتكم. في واحدة من البنات تقول لي والله أنا ما عندي يعني خالات وعمات كثير، ما عندي الظهر ولا كانت لي خال وكذا، لكن يعني علاقتهم طيبة والسؤال بينهم يعني طويل، لكن العلاقة تربطهم علاقة جيدة بينهم يعني. أيضا في واحدة من الأخوات تقول والله أنا عندي خال أحبه كثير كثير كثير، مع أنه يعني أنا ما قد شفته ولا شافني إلا بالصور، لأنه هو في بلد يعني بلد برا، تمام. فتقول إن يعني دائما علاقتنا بالتليفون، ويرسل لي وأرسل له، وأيضا لما يكلمنا نجلس بالساعات ونطول ونسولف. تقول مع أنه يعني ما نعرف بعض شخصيا، يعني كلها بالتليفونات وكذا. تقول لكن هذا خالي من بين كل خلاني القريب وعزيز على قلبي. فهنا المقصد مثل ما قلت لكم اللي هي الصداقة التي تنشأ بين البنت وعمها أو خالها، وأيضا عمتها أو خالتها، تفرق معاها كثير جدا، وتفرق أيضا في مثل ما قلت لكم في نفسيتها، في قوتها، في شخصيتها، بتفرق معاها مليون درجة، مو 180 360 درجة، أقول لكم مليون درجة. بناتي حبيباتي، الآن كلامي لكم. طبعا عمانك وعماتك، أو مثلا جدك جدتك خالتك خالك، لما تيجي تتكلمي معاهم طبعا لازم ما ننسى أن احنا نحترمهم. أول شيء احترام كبير جدا، مهما اختلفتي معاهم بالرأي أو وجهوا لك أمر أنت ما تحبينه، لا تخالفينهم، أو لا يعني تحاولي أنك أنت تجرحيهم بالكلام، يعني بأي كلمة مسيئة. أنا ما أبغى أقول حتى كلام يعني ولا حتى بمثال، مع احترام شديد، لأنه يعني مش حاجة كويسة، مش حاجة حلوة. وأيضا لجداتك جدتك وجدتك، يعني مثلا في عندنا جدات قويات شوية، مثلا تقول لك لا تسوين لا تعملين، أو أنت مدري ممكن يعني تقول لك حاجة مثلا أنت ما تحبينها، مثل ما قلت لك أنت ما تحبينها، لكن كيف تتصرفي؟ طبعا نحترمها ونسمع الكلام، حتى إذا كان شيء مو عاجبك نسمع الكلام وننفذ الأمر رضا، طبعا إرضاء لها ومنها كمان إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا رضيتيها بترضين الله سبحانه وتعالى. ما ننسى أن أنت قاعد تحترمينهم لأنهم أكبر منك سنا، وأيضا هم مثلا بمثابة أمك وأبوك، أيضا لهم فضل عليك، فلا تنسين هذه الأمور كلها، فضل الأرحام والأقارب، وأيضا صلتهم من أسباب دخول الجنة. وهذا من الأشياء العظيمة اللي عندنا في ديننا الإسلامي ولازم نحرص عليه، اللي هو صلة الرحم. يعني مثلا حتى لو اللي كان يكونون بعيدين عنكم، حاولوا أنكم تواصلوا معهم في وقت العيد، عايدوهم، وقت أوقات رمضان أيضا عايدوهم، حاولوا بين فترة وفترة دائما تسألون عليهم، خصصوا يوم الجمعة للتواصل، وهذا أغلبنا نحن نسويه دائما. الجمعة تلقينا أغلبنا متواصلين مع أسرنا،
الكبيرة بشكل عام دائما نحاول نتواصل معاهم، نكلم فيديو، قاعدين نشرب قهوة مع بعض، نسوي نشاطات مع بعض وين كنا في كل واحد في مكان، وخاصة مع الظروف الراهنة والحين كلنا توزعنا تقريبا في كل مكان فعليا، فصار فعلا التواصل إلكترونيا وكلنا من وراء الشاشات، وسهلت علينا وجود النت أمور كثيرة جدا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يعني أول اللي كان مثلا شريط نسجله عشان يوصل لجدتي في أسمرة، يعني الحين لا، خلاص مجرد إني أنا أفتح الإيمو أو برنامج سناب أو انستغرام أو أي برنامج عليه فيديو أو صوت، ممكن أنا أكلم صوت وصورة، ممكن أكلم صوت، ممكن أنا أشير فيديوهات، نقعد مع بعض كأننا جالسين في جلسة واحدة في مكان واحد. فهذا وفر أشياء كثيرة، ويعني وفر بعض الحنين اللي أنت ممكن تخيل لو أنك ما تكلمين أهلك أبدا، يعني نهائي، يعني ما تسمعين صوتهم تماما لين وين بعد شهر، لين يوصلك مثلا بريد من عندهم وأنت لين ترسلينه يوصلهم بعد شهر، وهكذا. فالمقصد الآن إنه الأمر أسهل بكثير. بنات حبيباتي راعوا الفروق اللي هو في السن، راعوا هذا الشيء كثير. يعني مثلا في عندك خالة أو عمة تكون كبيرة في السن وفي أمور ما تقبلها، لا تحاولين تمزحين معاها في أمور هي ما تقبلها أبدا. ليش؟ لأنها في كل الأحوال حتزعل منك، صح إنها بعد كم يوم حترضى، بس ليش أنت تزعلينها من الأساس؟ لا، ما تسوين الشيء اللي يزعلها، تبعدين عنه تماما. نفس الشيء مع خلانك وعمك، عندك والله خال جاد ولا عم جاد، فهذا يعني خليكي جادة معه، لا تهز، يعني لا تمزحين مزح ما هو لائق أو يقلل من شأنه، لأنه هو يمكن يحس بهالشيء. لأن في ناس يحسون يعني يشخصنون الموضوع، يخليه عليه، يعني أنت ممكن كذا، ليش أنت شايفتني إيه، مش محترمتني، ما أنا هايف وأنا كذا، فيقلب الموضوع عليكي. عشان كذا انتقي الأهل اللي أنت تتعاملي معهم. يعني مثلا في عمان وعمات حتى لو كبروا لكن يحبون المزح ويحبون الظرافة ويحبون الوناسة وكذا، هذه مو مشكلة. لكن اللي ما يحب خلاص هو ما يحب، فأنت لا تقعدين يعني تخففي دمك معاهم يعني كثير، لا عادي، خليكي جدية وخليكي كذا حبوبة وزينك وما في أحلى منك، تمام. مثل ما قلت لكم أيضا مع الخالات كذا، حاولوا تكسبوا صداقاتهم والعبوا معاهم كثير. وعندكم ألعاب الجماعية زي الأونو، في لعبة قديمة كنا نحب نلعبها، الحين صار يلعبونها بطرق كثيرة، اسم حيوان وجماد ونبات، ما أدري تعرفوها ولا لا. أيضا في ألعاب اللي تجيك بالموبايل زي حقة الجلسة، وفي أمور كثيرة يا بنات تقدروا تجمعوا عليها وتنفع كثير وحلوة. ليش؟ لأنه كذا تقرب الأفكار وتقرب من يعني تعطي جو فكاهي في نفس الوقت، يعني اللعب هذا يقرب بين الأشخاص. إيش كمان حبيباتي بناتي كمان أقول لكم، زي ما قلت لكم الاحترام أولا وأخيرا. المزح لازم نختار الوقت اللي نحن نمزح فيه، ترى حتى مع الناس اللي يحبون المزح يعني لازم تختارين الوقت اللي تمزح فيه، لأن أحيانا مثلا تكون هي مشغولة أو مثلا ما لها مزاج وكذا، فخلاص في هذا الوقت حاول إنك ما تمزحي مزحات ثقيلة وكذا عشان ما تزعل منك أو مثلا يقلب الموضوع جد، فأنت بعدين بالتالي تتحسسي من هذا الموقف. خلوقة وإلى آخره من هذه الأمور الجميلة والصفات الحلوة. طبعا ما حد كامل مثل ما أنا قلت أقول لكم دائما وأبدا، لكن نحن نحاول أن دائما نطور من أنفسنا ونحسن من أنفسنا حبيباتي بناتي. في إذا أنت مثلا يعني تكونين تعصبين أو مثلا كلامك كثير أو في أمور ثانية، حاولي أنك أنت تطورين نفسك من هذه الناحية. إذا كنت تعصبين حاولي تمارسي الرياضة، حاولي أنك تمشي كثير بحيث أنها بتهديكي تماما. وإذا كنت زعلانة أبدا ما تتكلمي مع أحد، حاولي أنك تضبطي نفسك قدر الإمكان، ابعدي عن يعني الجو اللي يخليكي أنت زعلانة. صدقوني بعد ما تهدين حتفرق معاكي أشياء كثيرة وحتتغير نظرتك للأمور، حتغير كثير. طبعا في أمور كثيرة والله ودي أقول لكم إياها، بس تقريبا وقتي خلاص. حبيباتي جدا استمتعت معاكم اليوم، يا رب تكون حلقة اليوم عجبتكم. استنى تعليقاتكم بالكومنت ومشاركاتكم، وأيضا عبر وسائل الواتس في برنامج واتس القناة. شاكرا لكم استماعكم الجميل، ألقاكم على خير في حلقة جديدة مع حكاوي بنات. في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. الدعوة للأخلاق
نهر عذب رقراق، حنا لدعوتنا نبذل لها ونشتاق، نبذل لها ونشتاق. والله يرعانا ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. قناتنا جوهد نلقاها في الموعد، بتنور اليوتيوب، بتنور اليوتيوب. ومن جنيها نحصد، من جنيها نحصد. والله يوم نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، الجنة، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا.